يا مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حكايات الكارير. لما بتروح شركه جديده اول كام يوم بيبقى اسمه اونبوردنج، تبدا تتعرف على الناس اللي انت هتشتغل معاها، تخلص اوراق التعيين بتاعتك، ولو هي شركه كبيره بيبقى عندك تدريب في شويه حاجات كده لذيذه بتبدا بيها في الاول لحد ما بيجي الوقت وتبدا شغل بجد. في بدايه حياتك المهنيه ممكن تحس ان انت مضغوط شويه، جو جديد والتزام حقيقي، حاجه غير الجامعه خالص انت مش متعود عليها تمام. غالبا اللحظه ديت هي اللحظه اللي انت بتتمنى فيها ترجع طفل تاني، تخلص امتحانات وتاخد الاجازه بتاعتك، لان انت لما بتشتغل بتاخد صدمه كده ان انت مفيش خلاص اجازات تاني. مضيت العقد وخلصت ورقي وعرفت الجوب ديسكريبشن واخدت الهاند اوفر، واهلا وسهلا بيك في اول يوم شغل ليك. انا فاكر كنا ساعتها في الدور الثاني او الثالث، اتفتح باب الاسانسير وعينك ما تشوف الا النور. 1500 بني ادم بيتحركوا ويتكلموا في نفس الوقت. عارفين فيلم الناظر بتاع تصدق بتمطر جوه؟ هو ده بالظبط الاحساس اللي انا حسيته. تحس فجاه ان انت نسيت كل حاجه، حتى وانت بتفتح اللابتوب بتاعك حاسس ان انت حتى نسيت الباسورد بتاعته. في توتر رهيب كان حاصل عندي ساعتها. فكره انك تشتغل في شركه جديده عامل زي انك تركب قطر وهو ماشي. عشان تعرف تواكب السرعه بتاعت القطر دي لازم تعمل مجهود رهيب عشان تقدر تثبت نفسك وتبرفورم بالشكل المتوقع منك، واللي مع الوقت هتقدر تحدد ان كنت انت في المكان الصح واللي فعلا كنت متخيله زمان ولا لا. عدى عليا 4 سنين في الحال دوت لحد ما اخدت اهم قرار في حياتي، ان انا هعمل كارير شيفت. انا فاكر اليوم اللي انا دخلت فيه على اهلي وقلت لهم ان انا هعمل كارير شيفت كانه لسه حاصل امبارح. ايه انت اتجننت؟ انت عايز تسيب هندسه وتروح تشتغل حاجه تانية؟ ايوه. بعد ما عملت اختبارات الشخصيه واشتغلت لمده 4 سنين حسيت ان ده مش المجال اللي انا عايز اكمل فيه، وهسيب هندسه وهشتغل شغلانه ثانيه. استنوني بقى الحلقه الجايه عشان اقول لكم ايه الدوافع اللي ممكن تخلي بني ادم يسيب حاجه هو طول عمره كان بيحلم بيها ويفكر يعمل حاجه تانية. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش تعمل شير ولايك واعمل فولو للقناه عشان خاطر تشوف الفيديوهات الجديده، ونشوفكم على خير.